الحمد لله خلصت الفيتشر الجديده اللي اتطلبت مني. الاي بي اي شغال تمام، الداتابيز تمام، والدنيا على اللوكال شغاله زي الفل. الو، الحق يا باشمهندس، الدنيا ضربه كلها على البرودكشن. التعديل اللي انت عملته موقع البرودكشن كله. يا نهار ابيض. تعالى بقى اقول لك ايه سبب المشكله دي اللي بتقابل كل الديفلوبرز اللي شغالين. وانت شغال لوكال كان عندك انفايرومنت وديبندنسز مختلفه عن الانفايرومنت بتاعت التستنج ومختلفه عن البرودكشن. كان شغال عندك لوكال والدنيا 100 100، وعملت تيست على التستنج انفايرومنت والدنيا 100 100، لكن على البرودكشن الدنيا كلها واقعه. تعال اقول لك ايه الحل لده. كينج الحل بتاعنا هو الدوكر. الدوكر خلانا نقدر نعمل انفايرومنت نقدر نشتغل عليها لوكال، هي الايمج اللي هعملها على الانفايرومنت اللوكال بتاعتي دي هي اللي هوديها برودكشن وهي اللي هوديها التستنج. عشان كده بعد الدوكر ما بقاش في حاجه اسمها اصل شغاله على اللاب عندي او شغاله لوكال عندي ومش شغاله على البرودكشن. الدوكر حل معانا المشكله بتاعت اختلاف الديبندنسز والانفايرومنت ما بين اللوكال وما بين البرودكشن. تابعنا في كودكس هاب عشان هنتكلم عن تيبس اكتر عن الدوكر. وعشان كده واحنا بنأسسك في كورس الاساسيات في كودكس بنعلمك اكتر وبنفهمك عن الدوكر، عشان في كودكس هاب اتأسس صح تبقى مبرمج صح.